السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي سادتي. في الفقرة الأولى من آه، الفقرة اللي أنا اخترعتها دلوقتي وأنا بعمل كوباية الشاي دي، أنا سميتها فيروزيات. فيروزيات دي أنا هتكلم معاكم فيها عن إيه. الناس اللي تعرفني حق المعرفة، مش أي حد يعرفني يعني، عارفين إن أنا كرودينا بتنفس حاجة اسمها فيروز. في دوشة. الناس اللي تعرف رودينا تمام المعرفة عارفين انها بتحب فيروز. النهاردة هنناقش اغنية بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق. انا كنت بصراحة وانا فوق ناوية انه هبدأها في دبانة، اني هبدأها باغنية انا لحبيبي وحبيبي الي، لان الاغنيه دي تحفه تحفه تحفه. فيها معاني كتير قوي، وفي ناس من كتر ما هي مش فاهماها بتتريق عليها. زي واحد انا شفت بوست كان بيتريق على اغنيه انا لحبيبي وحبيبي الي. لما ركزت في كلمات الاغنيه لقيتها فظيعه، اللي بجد فظيعه. بس عشان مش هطول عليكم، انا جايه النهارده اكلمكم على بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق. الفنانه بتقول له ايه؟ بتقول له بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق. انا كتبت اسمك عشان تعرفوا الرجاله توكسيك ازاي، يا رب سامحني. قالت له بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق. انا الحور العتيق ده لما عملت سيرش على معناه لقيت انه عندهم شجره اسمها شجره الحور. الشجره دي من يعني هي من خامه اسمها الصفصفيات، بتخليها من فصيله يا رب اسمها الصفصفيات، بتخليها ثابته وقويه وانها ما بتتزعزعش. فتخيل انها راحت حفرت اسم القادر على الشجره دي. تخيلين؟ قالت له بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق. يقوم الاستاذ ردد عليها بقى بايه؟ انه كتب اسمها على رمل الطريق. يعني هي تقول له بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، يقوم هو بتكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، على الرمل اللي في الشارع. ورجعت بعدها قالت ايه؟ بكره بتشتتني على القصص المجرحه، بيبقى اسمك يا قادر واسمي بينمحى. قالت له بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى. لما الدنيا هتشتي اسمك هيبقى لان انا كاتباه على حاجه ما يعني انا حفراه مش كاتباه، وكاتباه على حاجه يعني مهما الدنيا شطيت عليها اسمك مش هيتمسح. لكن انت كاتب اسمي على الرمل هيتمسح مجرد ما تنزل عليه شويه ميه. ده الكوبليه الاول، واتمنى ما تكونوش زهقتوا. جت في الكوبليه التاني قالت له بحكي عنك يا حبيبي لاهالي الحي. يا سيدي لمت اهالي الحي، قعدت في وسطيهم كده، قعدت صفة حلوه وحكت لهم عن الاستاذ. يوم الاستاذ يعمل ايه؟ المفروض ان هو كمان يحكي عنها لاهالي الحي بقى، بيتشرف بيها. لا، راح حكى عنها لنبعة المية. بحكي عنك يا حبيبي لاهالي الحي، بتحكي عني يا حبيبي لنبعة المية. يعني الله يكون في عونها بجد. الاستاذ استفرد بنبع المية وقعد حكاله عنها عشان محدش يسمعه. ولما بيدور السهر تحت ناديل المسا بيحكوا عنك يا حبيبي وانا بنتسى. هي لما يقعدوا يسهروا كلهم مع بعض وانا مش موجوده وانت مش موجود، هيتكلموا عنك وانا ولا كاني موجوده. ليه؟ لان انا حكيت لهم كلهم عليك وانت ما حكيتش لحد عليا، ما حدش يعرفني. هاخد بق شاي واحكي لكم الكوبليه التالت. نيجي بقى في الكوبليه التالت، طرحه مش عارفه طالع لها بوز. المهم قالت له ايه؟ قالت له شوفوا بقى يعني البجاحة. وهديتني وردة، ادتني وردة، يعني كتر خيرك ورد، بس كتر خيرك. بصلة المحب خروف. ادتني وردة، انا عملت فيها ايه؟ رحت فرجيتها لاصحابي، وبعدين خبيتها بكتابي، وبعدين هنام بقى حطيتها على المخدة جنبي، زرعتها على مخدي، هتفضل قدامي ليل نهار. الوردة دي مش هتتشال. تمام؟ ده بالوردة اللي انت اديتها لي. انا بقى رحت جبت لك مزهريه، هديتك مزهريه ورد كتير
المفروض بقى يعني تشيلها لي على راسك، لا انت لا كنت تداريها ولا تعتني فيها، تضاعت الهديه. اهملتها لحد ما ضاعت، ويعني مش لاقي كلام اقوله بجد. فيروز ايقونه لن تتكرر. وبعيدا عن اي كلام او عن اي هزار، مع ان انا ما هزرتش، انا بس يعني بقول لكم قد ايه يعني ممكن الكلمات دي بجد حاجه تقهر بجد. يعني الاغنيه تقهر بامانه، يعني بتناقش، هو مش حب من طرف واحد، هو معنى انه بيحكي عنها لنبعة المي، ومعنى انه ايه، جاب لها وردة والحاجات دي، وكتب اسمها على رملة الطريق، ده كله معناه انه بيحبها برضو. بس هو مش عايز يذيع الحب ده. يعني لا، هو مش حب من طرف واحد، بس هو مش حابب انه يذيع الحب ده. فدي حاجة بجد تضايق. ففيروز ما سابتش شعور واحد الا وناقشته في اغانيها، اللي احنا هنناقشها ان شاء الله في بقيه الحلقات بتاعه الفقره. انا بحب فيروز قوي.